الوقت اللي يوصل بيك لمرحلة إنك تطلب أبسط حقوقك في أي علاقة ما بينك وبين واحدة، إنك مثلا تطلب منها الاهتمام أو هي تطلب من الراجل الاهتمام، أو مثلا الرد السريع، أو مثلا تسأل عن مكانتك عند شخص، يا ترى أنت بتحبيني، يا ترى أنت تعرفيني، أو مثلا علاقتنا إيه ببعض، صحاب، خوات، حبايب. أعرف إن أنت بتطلب حقوقك من شخص هو أصلا مش شايف وجودك، لأن العلاقات الكاملة والعلاقات اللي فيها الطرفين بيحبوا بعض أنت مش بتحتاج إنك تطلب منه رد سريع، لأنه في أغلب الأوقات بيكون مستني رسالة منك عشان يرد عليك، أو هو بيدخل يكلمك أصلا ويطمن عليك. إنما الشخص اللي تطلب منه إنك مثلا تعرف علاقتك بيه إيه، أعرف إن هو أصلا ملهوش، ما عندكش أنت وجود في حياته، هو مش شايف وجودك، هو الشخص بيملى فراغه بوجودك. والشخص اللي تطلب منه الاهتمام أو الكلام الحلو، أعرف إن هو مفيش شعور ناحيتك جواه، هو أصلا مش حاسس بأي حاجة ناحيتك. فما تبذلش مجهود مع الشخص ده وتقعد تسأله أنت بتحبني أو ما بتحبنيش، أو اهتم بيا، أو رن عليا. ما تطلبش منه أي حاجة زي دي، لأنه أصلا لو كان عارف أو في إحساس جواه ناحيتك كان هيعمل كل ده لوحده. العلاقات الكاملة أو العلاقات اللي فيها شخصين بيحبوا بعض بجد، هتحس بمكانتك جواه من اهتمامه بيك، وأكيد دايركت لوحده هتلاقي الاهتمام منه، أو هو مثلا بيحسسك بوجوده، أو مش محتاج إن هو يتأخر عليك في الرد عشان خاطر تطلب منه حاجة زي دي. الاهتمام أو الشخص اللي عايز يحافظ عليك هيعرف إزاي يحافظ عليك، والشخص اللي بيحبك مش هتكون مضطر أنت تسأله أنت بتحبني ولا لأ، لأن أنت هتحس بحبه ليك من اهتمامه بيك، أو من إن هو دايما جنبك ودايما بيسأل عليك ودايما بيطمن عليك ودايما بيكلمك ودايما بيسأل عن تفاصيل يومك ودايما بيحكي لك تفاصيل يومه وكل حاجة بتحصل معاه. الشخص لما بيحب بجد بيلاقي نفسه دايركت مش عايز يبطل كلام مع الشخص اللي بيحبه.